يواصل القطاع الفلاحي بالمغرب إثبات قدرته على الصمود، مما يبشر بآفاق واعدة بالنسبة للموسم الفلاحي 2023 و2024، ويؤكد دوره كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني. اتخذت الوزارة سلسلة من التدابير خاصة فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين من أجل إنجاح الموسم الفلاحي. فيما يتعلق بالبذور، كما تقوم الوزارة بتعبئة حوالي 1.1 مليون قنطار من البذور المختار خلال تسويق بأسعار مدعمة. وفيما يتعلق بالأسمدة، سيتم تزويد السوق ب600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس السعر الموسم السابق. بالنسبة للأسمدة الأزوتية التي يتم استيرادها بالكامل، تزود السوق الوطنية بكميات كافية قدرها حوالي 500 ألف طن بأثمنة مدعمة، وذلك للحفاظ على أسعارها عند مستويات في متناول الفلاحين في جميع أنحاء المملكة. كما يتم الاستمرار في منح المساعدات لتحاليل المخبرية للتربة والمياه والنباتات. وتدعم هذه النظرة التفاؤلية الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة حديثا عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي أبرزت أن التحسن المتأخر للظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الماضي بعد فترة الجفاف النسبي سيمكن من تغطية العجز من الموارد المائية وتحسين نسبة ملء السدود الرئيسية بشكل طفيف على المستوى الوطني. وتعد استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تمت بلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنزيل جيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية رافعة حقيقية للنهوض بالقطاع الفلاحي وجعله أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية. وتتوخى الاستراتيجية ضمان استدامة قطاع فلاحي ومواصلة دينامية نموه بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ ما بين 200 و 250 مليار درهم في أفق 2030، وتعزيز الصادرات ما بين 50 و 60 مليار درهم. ولتحقيق هذه الأهداف يركز المخطط على تطوير وتعزيز سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر التدخل قبلي أكثر استهدافا وإعادة توجيه الجهود في المرحلة اللاحقة. لم تأتي الآفاق الجيدة الخاصة بالموسم الفلاحي 2023-2024 والمدعومة بأرقام المندوبية السامية للتخطيط من قبيل الصدفة، بل هي نتاج لاستراتيجية طموحة وإرادة قوية وعمل جاد. فهذه هي المقاربة التي يراهن عليها المغرب من أجل النهوض بالقطاع وتعزيز سيادته الغذائية والقدرة على الصمود في مواجهة تقلبات المناخية.